السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالي بقى النهاردة اقولك ازاي بلفة جلاش مكسرة كنا هنرميها ونص كوباية سميد هتتحول لأجمل تحلية ممكن تعمليها في البيت. طعمين في وصفة واحدة تجمع بقى بين طعم البسبوسة الغني وقرمشة الجلاش اللي طعمها وريحتها تجنن. من أول ما تطلع من الفرن حرفيا وريحتها هتملى البيت، هتعرفي انك عملتي حاجة مختلفة فعلا. محدش هيصدق أبدا إنها معمولة من جلاش مكسر كنا هنرميه. متأكدة أول ما تدوقي منها قطعة هتلاقي نفسك بتدوري على التانية على طول. أمان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. خلينا نبدأ على طول، بس ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نسمي الله ونبدأ، وأول حاجة هنعملها هي الشربات بتاع الجلاش، علشان لازم يكون معاكي بارد. فاستخدمي كوباية ونص كده من المية عليهم كوبايتين من السكر. من نفس الكوباية طبعا اللي عايرتي بيها المية هتعايري بيها السكر عشان المقادير بتاعتك تكون متساوية والشربات يطلع مظبوط. قلبيهم مع بعض، بس خلي التقليب في النص علشان السكر كده ما يطلعش على الجوانب والعسل يسكر منك. خلي التقليب بتاعك كده يكون في منتصف الحلة. اعصري عليهم عصير نص ليمونة وارجعي دوبيهم مع بعض من تاني لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس، وارفعيهم بقى على نار متوسطة يدوب بس 5 دقايق. الشربات بتاعنا بيكون تقيل مش بيكون خفيف. 5 دقايق وهيكون جاهز معاكي. لحد بقى ما نروح نحضر الجلاش، هاتي بقى اي لفة جلاش مركونة عندك كده في الفريزر، متقطعة او ناشفة او حتى متكسرة، وابداي بقى قطعيها كده لقطع صغيرة يعني زي شرايط كده. طبعا بأي حجم، يعني ما يشترطش خالص في وصفة النهاردة تقطعيه بحجم معين. الفكرة بس ان لازم يكون متفرفط كده، فحاولي كده تفككيه كده يعني بالسكينة لقطع كده قد بعضها علشان كمان يكون مورق معاكي وجميل جدا. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى تنزلي تحت في التعليقات ما تنسيش الكومنت الامر اللي هنصلي بيه على الرسول علشان كلنا ناخد الاجر والثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبس كده، اول بقى ما تقطعيه بالسكينة على طول ابدأي كده فكيه من بعضه، علشان يعني ما يبقاش لازق في بعضه ويطلع في النهاية مورق مش معجن في بعضه. هو طبعا علشان ورقاته ناشفة معاكي وكان محطوط طبعا جوه الفريزر هيتفكك معاكي بمنتهى السهولة. اول ما يتفك بقى من بعضه ويورق معاكي بالشكل ده، انزلي عليه على طول بنص كوباية من السكر. سكر حبيبات، مش يعني مش شرط يكون سكر ناعم. نفس الكوباية كمان نص كوباية من دقيق البسبوسة. بجد هيدي الجلاش طعم جميل جدا كأنه جلاش محشي، يعني مش مجرد جلاش سادة وخلاص. في نفس الوقت هيكون قريب جدا من طعم البسبوسة، فبجد إضافة حلوة جدا ما تستغنيش عنها خالص. انزلي عليهم كمان بكيس من الفانيليا، بيدي الجلاش طعم وريحة حلوين قوي. ابداي بقى قلبيهم مع بعض كده كويس. وزي ما قلت لك الكوبايه اللي هتعايري بيها المقادير بتاعتك لازم تكون واحده علشان طبعا يعني المقادير تكون متساويه. ان شاء الله الجلاش يطلع معاكي مظبوط وجميل جدا. هنا بقى تكوني محضره نص كوبايه من السمنه. كل الحكايه بس ان انا سيحتها على النار حاجه بسيطه خالص علشان تفك معايا. هنبدأ بقى نعامل الجلاش يعني معاملة البسبوسة بالظبط. وطبعا يعني نفس الفكرة كده هتبدأي كده ايه تغلفيه بالبسبوسة يعني تبسيه. ده طبعا هيخليه مورق اكتر. فخدي كده ما بين ايديكي كده حبات او ورق الجلاش، وابدأي بقى ادعاكي فيها كده او بسي فيها لحد ما تبقى طرية معاكي ومتغلفة بالسمنة كويس جدا بالشكل ده. هاتي كده من تحت لفوق علشان تتأكدي ان كل الحبات او كل ورقات الجلاش اتغلفت كويس واتبست كويس بالسمنة. استخدمي بقى على الكمية دي صينية مقاس 30، حتى لو مدورة برضو تكون 30. يعني استخدمي صينية كبيرة. بطنيها كده بشوية زيت في الأرضية كده وفي كل مكان أو حتة سمنة. وابدأي بقى وزعي ورق الجلاش في الصينية بالشكل ده. متقلقيش أول ما هتحطي يعني مقدار الجلاش أو ورق الجلاش هتحسي كده إن هو كمية كبيرة وأكتر من الصينية، ولكن احنا أول ما هنضغط عليه وهيتساوى هياخد شكل الصينية على طول. لو عايزة كمان تستخدمي صينية أكبر شوية مفيش مشكلة، لكن السمك بتاع الجلاش هيكون أقل شوية. أهم حاجة لازم تضغطي الوش كده لحد ما يتساوى معاكي عشان كمان ما يتكسرش جوه الفرن وهو بيستوي. لو حاسة ان الخطوة دي فيها صعوبة شوية تقدري طبعا تستخدمي طبق مثلا او كوباية كده تضغطي بيها كده في كل مكان، بحيث تكبسي الجلاش كده ويكون متساوي معاكي بالشكل ده. بعد ما تسويه انزلي عليه كمان بنص كوباية كده من السمنة تكوني برضو مسيحاها. تبقى الكمية كلها النهاردة كوباية سمنة على لفة الجلاش، وبجد هتطلع معاكي مقرمشة ومظبوطة وجميلة جدا.
وطبعا ما ينفعش نضيف زيت لانه هينشفها جدا. السمنة هتخليها مقرمشة وفي نفس الوقت طرية وجميلة. كمان هتساعدك ان الوش يتسوى معاكي كده وينعم ويبقى معاكي يعني متساوي جميل. سيبيها بقى سادة او زينيها بأي حاجة زي ما تحبي. انا هزينها كده بشوية من الفول السوداني وكمان شوية من الكريز. عايزة اقولك بيديها شكل حلو قوي زي الحلويات الجاهزة بالظبط. بس خلي بالك طبعا لو ضفتي كريز لازم طبعا تغسليه في الاول تحت المية، علشان المادة اللزجة اللي بتكون فيه لو فضلت كده جوه الفرن هتتحرق. فاحنا لازم نشطفه كده بشوية مية بحيث ننزل المادة اللي على الوش، وبعد كده بقى تزيني بيه مفيش اي مشكلة، مش هيجراله حاجة خالص. وهتشوفيه هيطلع معاكي بنفس اللون وبنفس الطعم وكل حاجة. ما شاء الله بجد طريقتها حلوة جدا، لو عملتوها متأكدة انكم هتحبوها جدا بالطريقة دي. بس كده هوزع بقى يعني بشكل عشوائي كده زي ما تحبي طبعا. دخليها بقى على طول على الرف اللي في النص وشغلي النار بتاعتك من تحت بس على درجة حرارة 180. أول بقى ما تلاقيها تحمر كده وتاخد لون من تحت من الجوانب كده هتلاقيها تظهر معاكي ان الجوانب بتاعتها اخدت لون ذهبي محمر. هتبدأي بقى تشغلي الشواية بتاعتك على طول تاخد اللون الذهبي المطلوب. لو شغلتي بقى المروحة مفيش أي مشكلة، ممكن تاخد لون ذهبي لوحدها. أنا بالنسبة لي شغلت الشواية في آخر 5 دقايق لحد ما أخدت اللون الذهبي الجميل ده. أول بقى ما تخرجيها على طول ما تستنيش عليها تبرد ولا حاجة، وهي لسه سخنة على طول تنزلي عليها بكمية الشربات كلها. طبعا زي ما اتفقنا الشربات يكون يعني تقيل وفي نفس الوقت بارد جدا. شايفة ما شاء الله بقى بتشرب كمية الشربات بسرعة ازاي؟ ده طبعا أكبر دليل إن هي ناجحة وجميلة جدا. سيبيها بقى تبرد خالص وبعدين قطعيها. عايزة اقولك ما تقطعهاش وهي لسه سخنة علشان هتتفرفت معاكي ومش هتطلع معاكي قطع متساوية بالشكل ده. بصي بقى الجمال، اللهم بارك يا جماعة، ريحتها وشكلها حاجة كده بجد تفرح القلب. مورقة جدا وريحتها جميلة، يعني حرفيا قلبت البيت كله. ما شاء الله ميكس رهيب بين طعم البسبوسة والجلاش. يعني تحس كده انك بتاكلي جلاش محشي بسبوسة. بجد سهلة جدا لأي حد بيحب الحلويات الشرقية. لو كمان أول مرة تعملي حلويات وتدخلي المطبخ سهلة جدا انك تعمليها وهتطلع معاكي مظبوطة من أول مرة. إن شاء الله كده تجربوها وتعجبكم وترجعوا تكتبوا لي على الطعم والريحة. أهم حاجة زي ما قلت لك وانتي يعني بترصيها في قلب الصينية لازم كده تضغطي عليها كويس علشان تطلع معاكي قطع متساوية بالشكل ده. إن شاء الله تجربوها ومستنياكم ترجعوا تكتبوا لي على الطعم والريحة زي كل مرة. شكرا جدا جدا على كل كلامكم ودعواتكم الجميلة اللي بتوصلني. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. لو عجبكم بقى الجلاش الجميل ده شوفوا الفيديو اللي ظهر حالا وما تنسوش تشتركوا في القناة وحطوا لايك للفيديو علشان توصلكم كل فيديوهاتي وتشوفوني على طول. أسيبكم في حفظ الله وأقول لكم مع السلامة.